السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو لقاكم في احسن الظروف والاحوال وبصحه جيده يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيت نشارك معكم غداتي عباره عن كفته ديال سمك السردين. شويتها في المقلاة الكهربائية، وكنتمنى هاد الوصفة تعجبكم، وان شاء الله نمشي ندير معكم المقادير وكيفية تحضير هاد الكفتة. بسم الله على بركة الله. خديت هنايا 1 كيلو ديال السردين المطحون، جابهم الزوج ديالي من المارشي، مطحونين مصايبين، وزدت عليهم انايا بصله كبيره مشلضه كيف ما كتشوفوا. ما كنتش غادي نصور، ولكن انت بدات نخلط عاد تفكر نصور. درت بصله ودرت القزبر والمعدنوس، وغادي نزيد عليهم ان شاء الله العطريه. هنا هاد المقلاة الكهربائيه شريتها، غادي نجرب فيها هاد الكفته ديال السردين. راه هنا غندير الشحمه ديال الكلوه، هذه الشحمه ديال العيد ديال الكلوه، غادي نحكها في الحكاكه، وحتى الشحمه كتخلي من تشوى الكفته كتخليها رطيه، ما تجيش كفته السردين ناشفه. هي هنايا حكيتها في الحكاكه، ولا عندكم الهاشوار ديروها في الهاشوار، انا كنحكها في الحكاكه. وغندير التوابل ان شاء الله معكم. ناخذ هنايا معلقه صغيره ديال الكركم، هي معلقه هنايا صغيره ديال الكركم، وغندير معلقه ديال الزنجبيل يعني بودره، معلقه ديال الابزار، الفلفل الاسود، معلقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره. يعني ندير هنايا معلقه كبيره، هنايا غندير 2 معالق صغار، لان الكفته ديال السردين كتواتى سبحان الله العظيم الفلفل الاحمر. هنا عندي معلقه صغيره عامره مزيان ديال الكمون، وغندير شويه الملح. لا عرفتوا السردين راه كيكون سبحان الله العظيم هو فيه ملوحيه، غندير شويه الملحه باش ما يجيش مسوس. وغنزيد واحد المعلقه ديال القزبره يابسه مطحونه. انا هاد العطريه كلشي كنطحنها بالطحانه ديالي اللي شريت، ما كنشريش هادشي مطحون، كنطحنو بوحدي، كيكون داكشي فيه النكهه، لان هذاك المشري مطحون كيكون شويه يخلطوا معاه شي حاجه اخرى من غير. هنايا سخنت المقلاة الكهربائيه، دهنتها بشويه ديال شحمه الكلوه، يعني الشحمه ديال الكيلي ديال الخروف. الشحمه سبحان الله العظيم راه مزيان. الناس كيقول لك لا الشحمه راه فيها الكوليسترول ما تاكلوهاش، راه هذا خطا. الله سبحانه وتعالى حرمها على اليهود، وهما دخلوا بانها راه كدير كوليسترول باش حنا تحرم علينا. الشحمه راه ضروريه للجسم الانسان، وكيستافد منها حتى المخ. هنا درت الكويرات ديالي يتقلاو او يتشواو، لان غيطلقوا داك الدهن ديال الشحمه. ما نقولش لكم راه هاد الكفته كتجي رائعه رائعه، والوليده والوليدات اللي ما كياكلوش السردين غياكلوها، لانها سبحان الله العظيم كتجي لذيذه بزاف. ايوا كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. واللي ما عندوش هاد المقلاة راه تقدري ديريه في اللاطا، وديري الورق الزبده وديرها في الفران، كتجي بحال لا درتيها في المقلاة. اولا مقلاة عاديه طيفه، لا عندكم طيفه راه تقدري ديرها فوق البوطه بحال هاد الطريقه. كنتفاداو شويه القليان في الزيت، وسط الزيت. ايوا حنايا راه العيد طلع لينا اللحم في الراس كنا نبدلو شويه، مره درنا الدجاج مره السمك. اللحم راه نتوما عارفين المغاربه راه معروفين
بالشوايه تاع اللحم والتبخار والبرق، لحم بالبرقوق. سمحوا لي راني ما شاركتش معكم اجواء العيد، لان خوتنا الفلسطينيين ما معيدينش، راه كاننا حنا ما معيدينش. الله يفك بهم يا رب وينصرهم على من عداهم يا ارحم الراحمين. الله يفرج عليهم يا رب العالمين، هو ولي قادر على كل شيء. كيف كتشوفوهم يتحمروا وتجمروا مع راسهم. ها نتوما درت معاهم الشليضه المعتاده، بصله ومطيشو في الخضره وخبيز، خديتو عليه من الفران، وانا عندي خبز ديالي مسوس ديال الشعير. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ديروا لايك وما تخطاوش لينا الاشهار. القنوات المفعله راه بالاشهار باش كتطلع. جزاكم الله عنا خير، والا تخطيتوا الاشهار راه بحالنا بحال الناس اللي باقيين ما مفعلينش قنواتهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.